في ظروف المباشره كما قاعد تشوف عادل انقطاع التيار الكهربائي الان في الملعب الاولمبي مولاي عبد الله في الرباط، مشاكل بالجمله قبل انطلاق المباراه. الملعب زاد كيف خلينا نحكي لكم عليه بسرعه. عادل ملعب صغير معناتها ما فيش ضغط، تدخل من الشارع تلقى روح طول في الجرادان، حتى باش تلقى بلاصه يتخبى فيها الجماهير ماهيش موجوده. كيف بالنسبه للصحفيين بون لا ناس دو كونفيرونس كما تراو الضوء مخصوص علينا ونخدموا بطرق نتاعنا الشخصيه اللي قاعدين نحاولوا نتعاملوا معاها. برشا حاجات اون روتار بالنسبه للتوسكي لوجيستيك بالنسبه للمباراه اليوم. عادل اللي خلتنا بوتيتر حتى في ظروف العمل بوتيتر برشا صحفيين ما همش يخدموا في ظروف طيبه ولا مرتاحين. ما نحكيلكش على مشاكل لوجستيه اللي بدات كان اليوم في المغرب من تنقلات الصحفيين وغيره، من برشا حاجات قاعد يتعرض لها الطواقم الاعلاميه اللي في العمل في المغرب. نفس الشيء بالنسبه للجماهير. الجماهير مع تجربه التذاكر اللي موجوده كان على الابليكاسيون ولا الموقع افكون تيكت قاعد يعمل في برشا مشاكل، برشا مشاكل جماهيرنا اللي يلقاو رواحهم مثلا كي يقص تيكي ويلقى فيها بلوكاج ما يلقاش مع شكون باش يتواصل، يقولوا له كلم السيبور على الابليكاسيون. ما فماش دي فونت بيان هنا في دي كيشي في الملاعب. مثلا الناس اللي جات وما عندهاش لي تيكي ولا صايره مشكل مع الابليكاسيون تاعها ما تنجمش تدخل للمباراه. صعوبات كبيره قاعدين يتعرضوا لها اليوم الناس بتاثر الجماهير والا حتى الصحفيين اليوم في التعامل في كاس افريقيا. على كل كما قلنا الملعب زاد نوصف لك الملعب من داخل الملعب قاعدين تشوفوا فيه هو انكس نتاع الملعب الكبير والمركب مولاي عبد الله اللي يزيد 69500. هذا ملعب يزيد 18 ولا 19000. تيران كله عريان تقريبا معناتها حتى الجماهير فما بارتي تخبيو فيها جماهير توانسه مخبيه ومحميه فيها جرادام سقف. بقيه الملعب كله عريان، على ذاك ما نشوفوا عدد كبير نتاع الجماهير حاضره. بالنسبه للتوانسه كيف كما قلت برشا ديفيكولتي لقاوها على المواقع باش يرفعوا التذاكر، وشفت برشا ناس وعيناهم لبرا طالبين تذاكر في الجيشيات، قالوا لهم معطيونا التذاكر في الجيشيات خلينا ندخلوا ونقصوا. لاقين مشكله في النقطه هذيا.